مشاهد صادمة البارح في نهائي كأس الكاف بين الزمالك ونهضة بركان. الزمالك اللي فاز 1-0. شفنا منع زوجة سيف الجزيري من دخول الملعب بسبب ارتداد الكوفية الفلسطينية، ولو أنه ابنة بيب جوارديولا ماريا جوارديولا احتفلت باللقب بالكوفية الفلسطينية، وانا نتابع فيها على وسائل التواصل الاجتماعي ديما تدعم القضية الفلسطينية، وديما تنشر رسائل مساندة لسكان غزة. فوضى تنظيمية البارح، الحقيقة فوضى. انت ريتش الطفل اللي هذا التروفي كيفاش مقص جات على راسها. فمن فوضى. قال لك رئيس الكاف قال لك مشى 2 كيلومتر ولا اكثر على ساقيه باش تخل. راو فوضى البارح في. لا فوضى شو تحب ولا ما تحبش؟ فوضى تنظيميا كاتاستروف، عار على بلد كبير كما مصر فينال كاف تصير هكايا. عار كيف عار تحكيمي اللي الحقيقة معناتها ضربة جزاء واضحة نهضة بركان الحقيقة. بركان الحقيقة معناتها كيفاش ما تسافرش ضربة الجزاء ذيك؟ ما رجع الجملة للفار. هو فهمت. انا سمعت عزيز بنيج لاعب سابق للمنتخب المغربي شنو قال في بيين. لا سمعت وانا بيدي نوجه له تحية وصاحبي فهمت. اما الحقيقة ظلم برشا نهضة بركان. امور تنظيمية كاتاستروف. ماتش تاع غورة نقول لك غارو معناتها الحقيقة معناتها. شنو هي الغورة بالعربية؟ الغورة اعطيني كلمة سينونيم للغورة باللغة العربية. خلي في مصر يفهمون. حبوا معناتها بالقوة ولا دليل زاد حتى مرت الجزائر كيفاش ما يخليش تدخل خاطر واحدة نتاع فلسطين. تتصور انه هذا باش ياثر على مستقبل الجزائر؟ شوف جماهير في تونس، جماهير الترجي كيفاش تدعم القضية الفلسطينية، والعالم العربي كله يدعم في القضية الفلسطينية وقلوبنا مع فلسطين. وهما معناتها على حكايه لي شارب نتاع فلسطين عملوا حكايه هذه الكل. ما فهمتش انا على شنو ناويين. الحقيقه ندمت انا نتفرجت فيه الماتش على خاطر في بالي فينال وكاف وباش هذا ماتش كبير. نلقى انا اخويا الحقيقه هو قبل الماتش خالد الصفحه الرسميه للهيئه العامه للاستاد القاهره الرياضي هبطوا بيان قالوا ممنوع اي لافتات دعائيه خارج سياق المباراه او لافتات تحمل عبارات مسيئه أو أعلام غير علم المصري ونادي الزمالك، وهي ذات القواعد التي ستطبق الأسبوع القادم في نهائي دوري أبطال أفريقيا. من توا نقول للأشقاء في مصر راهو باش تلقاو مشاكل كبيرة مع جمهور الترجي اللي أعلم فلسطين قبل علم تونس. معناها في